اخيرا وبشكل رسمي علاج نهائي للفايبروميالجيا قريب في الاسواق. في الاول هنصلي على النبي في الكومنتات، وبعدين هرجع لكم بقى بالتفاصيل. سبق وقلنا في حلقه فاتت تفاصيل عن الفايبروميالجيا، وقلنا ان ده خطا في طريقه معالجه الدماغ والجهاز العصبي لاشارات الالم، وان الناس مش لاقيه تفسير منطقي للالم اللي بيحصل. الم في الراس وبينزل على الكتف، ومن الكتف ينزل على الكوع، والم في حتت كتيره قوي متفرقه من جسمنا وبدون اي بدايه او اسباب. وكمان الم في منطقه الحوض، والم في وسط الظهر، وفي الجزء التحتاني كمان عند القطنيه. والفايبروميالجيا لها مشاكل كتيره قوي في كل اتجاه، وكمان بتاثر على الجهاز الهضمي والقولون. في الاخر منظمه الغذاء والدواء لقت الحل اخيرا وبشكل رسمي، قالت لنا ان في دواء كان سبق وطرح في الاسواق كانه باسط للعضلات، نزلوه بشكل تاني وبطريقه معالجه تانيه بنفس الماده الفعاله اللي هي السايكلوبنزبرين. ده كانت اتناقش قبل كده في السوق المصري تحت اسم مالتي ريلاكس، وكان دواء بيبسط العضلات وكل دكاتره العظام والاعصاب عارفينه اكيد. دلوقتي نزل بتركيز 2.8 مللي جرام، بيتاخد قرص تحت اللسان، واحيانا بيلجا الطبيب لزياده الجرعه دي حسب كل مريض وشكواه. وكان من هدف الدواء هنا ان هو يساعد على يدي العيان فتره نوم كافيه، ويحاول يعالج الاضطراب والخلل اللي حصل في طريقه معالجه الدماغ والجهاز العصبي للالم، وبالتالي هيفرق كتير في شكوى ومشاكل الفايبروميالجيا عند كتير قوي من ستاتنا واخواتنا. هنسمع في خلال شهر جاي عن توافر الدواء واكيد دكاترتنا المنتظمين في ان هم يقروا كل المجلات العلميه الخارجيه وعارفين كل الابديت في التحولات اللي بتحصل في الحالات المرضيه، هيقدروا يقولوا لنا الجرعه الموصوفه بشكل صح، وهيفرق كتير في حالات الفايبروميالجيا. وهنكون اكيد من اول الناس اللي هتقول لكم ان الدواء نزل مصر، وهنجيب لكم شريط كده منه ونصور ان هو بدا يتواجد بشكل رسمي. قولوا بس ان شاء الله. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه والعلاج الطبيعي.